ليه دايما يا اما لازم نبقى اكستريملي ناحيه الشمال وبنعارض على اي حاجه وشايفين الدنيا كلها سواد، يا اما العكس، الناحيه التانية ناحيه الشمال ناحيه اليمين اللي هو بنسقف على كل حاجه وشايفين كل حاجه جميله والحياه ورديه وكل حاجه زي الفل. عندنا الشكل ده وعندنا الشكل ده. ليه ما عندناش الشكل الوسط؟ ليه ما نبقاش صوت العقل؟ وده الصوت الطبيعي بتاع اي بني ادم. انت في بيتك لو عندك ولادك، ابنك بيغلط وتاني يوم بيعمل حاجه كويسه وبتشجعه، ما ده الطبيعي، دي الحياه الطبيعيه. في مصر الغريب قوي اللي انا شايفه وملاحظه ان احنا يا اما ناحيه اليمين قوي 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 بدرجه بتسيء لينا احنا كشعب وكوطن وكبلد وكدوله، يا اما ناحيه الشمال قوي 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 اللي برضو بتسيء لينا وبتسيء لشكلنا وبتسيء للبلد وبتهدد امن القومي. ليه ما نبقاش عقلانيين؟ يعني ليه ما نبقاش صوت العقل؟ خلينا نقول ان في حاجات كتيره جدا مش عجبانا، في نفس الوقت في حاجات كتيره جدا عجبانا. خلينا نقول ان في نهضه وفي تنميه اقتصاديه وفي حاجات كتير حصلت خلال الفتره اللي فاتت، بس خلينا نقول برضو ان في مشاكل كتيره قوي، في عدم الاهتمام باولويات المفروض كان يبقى ليها مكان افضل من كده. كنا محتاجين مشاريع صناعيه، كنا محتاجين مشاريع زراعيه، كنا محتاجين النهضه بالتعليم، كنا محتاجين النهضه بالصحه، كنا محتاجين كتير قوي. كنا محتاجين نهتم بالشباب، الشباب اللي اتداس عليها كتير قوي الفتره اللي فاتت، الشباب اللي حرفيا اتداس عليها جامد. اما يبقى شاب عنده 40 سنه وعدى بثورتين في فتره قصيره في خلال 10 سنين، وعدى بكورونا وعدى بالحرب الروسيه الاوكرانيه وعدى بحاجات كتيره جدا. تخيلوا شاب في الفتره دي في ال10 او ال12 سنه او 13 سنه اللي فاتت عدى بالحاجات دي كلها، قد ايه هتاثر على مستقبله. قد ايه ناس كتيره جدا كانت مجتهده وكانت فاتحه شغل خاص، سواء ورشه صغيره، مصنع متوسط الحجم، كان فاتح بيوت ناس كتيره جدا. نتيجه الظروف اللي حصلت دي اضطر ان هو يقفل. حصل تعويم، التعويم ده لوحده كان كفيل جدا ان هو يعني قضى على ناس كتير جدا جدا جدا، وناس كتير اتأذت حرفيا بسبب قرارات التعويم، ولغايه دلوقتي ما قدرش تاخد حقها. مش عشان خاطر احنا في بلد مش عارفين ناخد حقنا، بس في ظل وجود منظومه عداله فيها قصور. خلينا نقول ان فيها قصور، ده يمكن الوصف اللي اقدر اقوله. اما يبقى حد قاعد في محكمه ولجان خبره من 2017 حتى تاريخه. انا واحد من الناس شخصيا مريت بالتجربه دي، مش عايز اخد الموضوع في اتجاه شخص عشان ما شخصنش الموضوع، بس في ناس كتيره جدا مرت بنفس التجربه. من 2017 هل يعقل حتى الان 2023 داخل في 7 سنين او 6 سنين، داخل في السنه السابعه، عشان اخد حقي وعشان انفذ قرار رئيس جمهوريه بصرف التعويضات عن بعد اللي حصل بعد التعويم بسبب عقود تم توقيعها مع شركات حكوميه خاصه في قطاع البترول؟ هل يعقل لغايه دلوقتي قانون المناقصات والمزايدات اللي اصدره وزير الماليه بالتعديل اللي حصل فيه ان يتم او من حق المتعاقدين مع شركات الحكومه ان هي تقدر تراجع الاسعار التعاقديه كل 3 شهور؟ هل يعقل لغايه دلوقتي؟ لسه ما تمش تنفيذه. فاحنا في دوله فيها مشكله في متابعه تنفيذ القانون. قد يكون الكلام قاسي شويه، لكن هنفضل يعني دافنين رؤوسنا في الرمل لغايه امتى؟ هو مش معنى انا بقول كده ان انا بقول ان البلد وحشه، ما البلد فيها حاجات كتيره كويسه وقلنا فيها انجازات تمت خلال الفترات اللي فاتت. المصريين دفعوا ثمن الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت. انا يا ريس مش مع حضرتك كنت بتقول يا مصريين انتوا لازم تجوعوا تاني، او لو هيبقى الثمن ان احنا نستمر في البناء ان انتوا تجوعوا؟ لا يا ريس، هي ما بتتقاس كده. لازم يبقى في فتره زمنيه معينه يبقى عارفين راسنا من رجلينا. المصريين عايزين يعرفوا راسهم من رجليهم ايه. هنفضل نجوع لغايه امتى؟ انا ربنا سترها معايا، حضرتك ربنا سترها معاك، ده ربنا سترها معاه، في ناس تانية الدنيا جايه عليهم جامد يا ريس. فدي لازم تتاخد في الاعتبار الفتره اللي جايه. بلوم عليك يا ريس اني كنت عشمان اكتر من كده في الفتره اللي فاتت. تاني ارجع واقول في انجازات كتير تمت، لكن كنت عشمان في اكتر من كده بكتير قوي. انا وغيري من المصريين كنا عشمانين بعد ثوره اولى وثوره تانية، وكنا عشمانين ان احنا نلاقي جو سياسي مبشر بالخير. مفيش الكلام ده.
مفيش احزاب، ما احنا ما عندناش احزاب سياسيه يا ريس، ما عندناش حرفيا، ما عندناش. الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه ومستعد اتحاسب عليه. احنا ما عندناش احزاب سياسيه حقيقيه في مصر بتمارس سياسه بشكل محترم. ما عندناش مجلس نواب بيمثل الشعب بشكل حقيقي. كلنا عارفين آلية الانتخابات في مصر ماشيه ازاي، وعمليه شراء الاصوات ماشيه ازاي، وعمليه فرز الاصوات ماشيه ازاي، مع الاحترام للجميع. ومش بشكك في نزاهه حد، لكن السيستم اللي بيتم بيه او النظام اللي بيتم بيه اداره العمليات الانتخابيه في مصر غير، مش عايزين نقول غير عادل، في قصور كبير جدا. عايزين يبقى في سياسه حقيقيه، جو سياسي حقيقي في البلد، الناس تقدر تشارك كلها. صوت الشباب مش اللي احنا بنسمعه في التلفزيون مع حضرتك في المؤتمرات اللي حضرتك بتعملها مع الشباب، اللي بيتم اختيار من يمثلون الشباب بشكل كلنا عارفين بيتم اختيارهم ازاي. فمش عايزين ندفن راسنا في الرمل يا ريس. احنا عشمانين الفتره اللي جايه، لان خلينا نتكلم بشكل واقعي. حضرتك اللي هتبقى موجود معانا، نفسي الانتخابات بقى مش دي بقى اللي جايه، بعد ما الفتره بتاعت حضرتك دي ما تخلص، ما نبقاش مضطرين ان احنا نختار حد بعينه. لا، عايزين يبقى عندنا في تنوع، عايزين يظهر في اكتر من حد يبقى مؤهل لقياده بلد بحجم مصر. لكن مع كل انتخابات يظهر لنا، مع احترامي كل الاشخاص الموجودين وكل الناس المرشحين، لكن يمكن دي من وجهة نظري، انا مش شايف ان في حد مؤهل او حد عنده كاريزمة رئيس جمهورية او حد عنده امكانيات ان هو يدير بلد بحجم مصر من ضمن الناس اللي موجودة، برضو مع احترامي لكل الناس وكل الاشخاص. نفسي يبقى الفترة اللي جاية حضرتك تساعد بنفسك في خلق جو سياسي عادل، مشاركة مجتمعية. نفسنا ان الناس تحس ان دي بلدها بتديرها هي بنفسها. نفسنا نلاقي في مجلس نواب حقيقي بيمثل الناس ويمثل الشعب، لكن انا مش شايف الكلام ده. احنا حرفيا ما عندناش مجلس نواب حقيقي بيمثل الشعب بشكل حقيقي، عشان احنا كلنا عارفين الاسباب ايه، وعارفين شكل الانتخابات اللي بتؤدي الى اللي نتيجته حاليا اللي احنا شايفينها في مجلس النواب حاليا، اللي قوانين كلها بتطلع ما بيتمش مراجعتها بمجلس النواب، ما بيتمش، مش سامعين صوت معارض حقيقي لصالح الشعب المصري وصالح الدولة المصرية. وكون ان الناس فاكرة ان انت طول ما انت بتسقف في المجلس فانت كده مع الدولة المصرية، حضرتك مش مع الدولة المصرية. الرئيس نفسه مش حابب ان كل طالع يسقف لا، الرئيس عايز اللي ياخد بايده معاه ويشوف الغلط ويشاور عليه ويصححه. يا ريس، صوت الناس لازم يوصل لك، وعشان يوصل لك لازم نديلهم نوع من جزء من الاريحيه انها تتكلم. محدش يخاف. انا ليه لما اجي اطلع اتكلم الاقي ناس بيكلمني اصحابي يكلموا في التليفون، بلاش تتكلم، اهدى شويه. انا هو يا جماعه دي بلدنا يا ريس، انا ما بقولش حاجه غلط، ولو وارد ان اكون حاجه خانتني عباره او جمله معينه، لكن في الاخر انا بتكلم اللي جوايا وعايز اتكلم فيه وعايز اقوله، طالما بشكل محترم وشكل مهذب، ما بنغلطش في حد. كلنا ما عندناش شكل، وانا بنحب البلد، فندي مساحه للناس ان هي تتكلم وتقول اللي جواها. مش عايزين نوصل الناس لمرحله يبقى تنفجر. احنا عايزين الناس تفضي، الناس مضغوطه جامد جدا اقتصاديا وسياسيا ونفسيا وكل حاجه، فمش عايزين نحط على الناس اكتر من كده. اللي عنده حاجه وحابب ان هو يقولها، بدل ما يقولها بره مصر ويقولها بشكل يتم توجيهه بشكل مش مظبوط، نفتح احنا هنا كدوله مثلا، نفتح للناس ان هي تتكلم، نفتح قنوات التلفزيون المصري الحكومي ان هي تتكلم، واللي عنده مشكله يطلع يقولها، اللي عنده رأي يطلع يقولها. ده يمكن اللي بطلبه من حضرتك الفتره اللي جايه. في نغمه ثالثه بقى طالعه دلوقتي، اللي هو ايه؟ يقول لك انتوا مش شايفين سوريا والعراق واليمن وليبيا، انتوا عايزين نبقى زي. ليه الفزاعه دي دايما موجوده؟ ليه ما نقولش شايفين بلجيكا عامله ازاي، شايفين سويسرا عامله ازاي، شايفين؟ ليه دايما بنتمحك في البلاد اللي فيها مشاكل؟ وليه دايما بنستخدمها كفزاعه عشان الناس ما تتكلمش والناس تبقى عايزه بلدها تبقى احسن؟ ليه انت مش حابب تبقى بلدك تبقى احسن وتقول لي بص للسودان وبص لليبيا وبص؟ ليه ما بصش للاحسن مني؟ يعني يا ريت نعدل وجهه النظر بتاعتنا دي ونخلي الرؤيه بتاعتنا تبقى افضل من كده.